اسمعوا إلى قصة أخرى. هذه المرة قصة رجل مع زوجته، وانظروا إلى تبدل الأحوال، إلى تغير الأحوال بين الناس. لا يظن الواحد منا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدوم. ما أدراك، النعم ربما تزول، وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا، وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا، وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل. واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته، وكان الطعام كثيرا. رجل غني مع زوجته، وكان عندهم طعام، أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم. طعامنا على المائدة نجد 4 يجلسون، والطعام يكفي 10 أو ربما 20. طيب لما كل هذا الطعام؟ تعود الناس خلاص، لازم الطعام يزيد ولا ينقص، لازم نأكل أكثر من حاجتنا، لازم العين تشبع قبل المعدة. فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير، فجأة طرق الباب. من الطارق؟ ما ندري. فقالت الزوجة انتظر، سوف أذهب وأنظر، يعني ما الذي عند الباب؟ من الذي عند الباب؟ قامت الزوجة. من الطارق؟ قال رجل فقير، رجل فقير، ليس عندي طعام، ليس عندي طعام، عندكم شيء من الطعام أسد به جوعي؟ فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام. فقال الزوج لا لا لا، قولي له ليس لدينا شيء، يعني عندنا طعام كثير، عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير. ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه، لا يريد أن يشرك شيء من طعامه الفقراء ولا المساكين. فإذا به يقول لا لا لا، اطرديه، دعينا نأكل، ليس وقت الفقراء هذا. فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرة. رحل الرجل، ثم ساءت حالتهما، حالة الرجل الغني ساءت. فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر، شيئا بعد الآخر، حتى خسر كل ماله. ثم اختلف مع زوجته، وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال، حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته. ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره، تزوجت رجلا آخر. وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله، واستغنى وصار غنيا. يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر، وصار الآخر غنيا. وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا. فإذا بالباب يطرق وبه سائل، فذهبت وقالت لزوجها فقير. قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام، عندنا طعام كثير الحمد لله. فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينة. فقال لها الرجل زوجها الغني، قال لم تحزنين وما عند الله خير؟ حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام؟ قالت والله ما حزنت لهذا. قال إذن لم حزنت يا فلانة؟ ليش أنت زعلان؟ حطينا طعام، فقير، عملنا خير. قالت أتدري لم حزنت؟ قال لا أدري. قالت هذا الذي طرق الباب، هذا الفقير، إنه زوجي الأول، زوجي الذي كان غنيا ثريا، هو الآن فقير يطرق علي الباب، هو الذي أعطيته الطعام. فقال لها زوجها الثاني، قال أتدرين من أنا؟ قالت من أنت؟ قال أنا السائل الأول، أنا الفقير الأول، أجود بموجود ولو بت طاويا، على الجوع كشحا والحشايا تألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي، ليخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي، حقيقا فإن الله بالحال أعلم. لا تقل يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يسلب مني أموالي، فإني قد تعبت على هذا المال، فإن الله عز وجل يبدل الأحوال. وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم،
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا. كم من غني ثري قد أمسك ماله، جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس، يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه. كم وكم في الناس، بل كم من ملك، بل كم من رئيس دولة، بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان، الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس، كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره، يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر. كيف أغناه الله عز وجل. والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، بل الغنى يا عباد الله غنى النفس، أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له.